إذا أعزائي المتابعين والمتابعات أينما كنتم، السلام عليكم مجددا. اليوم نكسر شوية القاعدة ونشتغل على واحد قصاصة اللي هي واقعية من واقع الحياة اليومية، donc de la vie quotidienne comme on dit. C'est d'apprendre à ne jamais sous-estimer de quelqu'un، يعني أننا نتعلموا واحد الدرس اليوم من خلال هذه القصة اللي غنقربوها باللغة الفرنسية ونشرحوها باللغة العربية، أننا لا نسخر من أي شخص كيفما كان نوعه أو حجمه أو شكله أو انتماؤه أو عرقه أو لونه وما إلى ذلك. إذا كل شخص كما نقول دائما يبقى في حاجة للاحترام. اليوم الدرس ديالنا notre leçon portera sur une histoire d'une vieille dame qui s'est dirigée vers un guichet pour retirer en espèces de l'argent dans son compte bien sûr, mais le caissier l'a traité d'une manière impolie. Donc on va voir comment s'est-elle comportée et la leçon qu'il lui a donnée en fin de compte. يعني غادي نشوفوا اليوم كيفاش ان المسؤول عن الصندوق حاول يسخر منها ويهينها ويصرفها بواحد الطريقة مهينة بدون احترام بدون لباقة، وكيف أن تعاملت معه ببرودة وأعطته درسا لن ينساه، وبالتالي هو يمكن استعماله في حياتنا اليومية من أجل التعامل مع الآخرين كما قلت parce que toute personne mérite d'être respectée. كل شخص يبقى وإنسان يبقى في حاجة للاحترام. دونك نسميو الدرس ديالنا اليوم une leçon de vie. دونك عندنا l'histoire ديالنا voilà une vieille dame s'est dirigée vers un guichet à la banque pour effectuer un retrait en espèces. واحد السيدة عجوز توجهت إلى الشباك بالبنك أو بمؤسسة مالية بنكية لإجراء عملية حسابية، سحب بعض النقود من حسابها المودع بهذه المؤسسة البنكية. ماذا فعلت؟ إلى غومي sa carte bancaire، قدمت بطاقتها البنكية لا كيسيير المسؤولة عن الصندوق de la banque وقالت je voudrais retirer 10 دولار. هنا ملي كنستعملوا لو كونديسيونيل شي ديجا لا بوليتيس لا جونتييس اكسيتيرا. je voudrais retirer 10 دولار، أريد سحب واحد المبلغ ديال 10 دولارات. هاد لو كيسيي lui a répondu، هذا المسؤول عن الصندوق lui a répondu أجابها pour les retraits de moins de 100 dollars veuillez utiliser le distributeur automatique. قال له ودي بالنسبه لهذه المبالغ اللي كتكون اقل من 100 دولار من الاحسن انك تستعملي، يعني باغي استعمال الصراف الالي الكيشي اوتوماتيك كما كنقولوا، كتسمى بطريقه اخرى لو ديستريبيوتور اوتوماتيك. لا فيي دام ا دوموندي بوركوا، من حقها سالت او طلبت منه لماذا علاش غنمشي لكيشي اوتوماتيك، دونك وانا قدامك استخدمني، دونك سي ان سيرفيس. Le caissier lui a répondu en lui rendant sa carte bancaire. أجابها وهو يعيد لها بطاقتها البنكية. Ce sont les instructions. إنها التعليمات. Il y a des clients qui attendent derrière vous. هناك زبائن ينتظرون بعدك، يعني انسحبي. Veuillez partir من فضلك، انسحبي. S'il n'y a rien d'autre، إذا لم يكن هناك شيء آخر. La vieille dame est restée silencieuse. الحكمة تتحدث هنايا. La vieille dame est restée silencieuse يعني بقيت صامتة ولم ترد بعنف ولم تقل شيئا يمس بكرامة هذا الموظف أو شيء مهين في حضرة باقي الزبناء. Pendant quelques instants، بقيت صامتة لمدة معينة لدقائق. Puis elle a rendu sa carte au caissier et a dit، أعادت تقديم بطاقتها البنكية من جديد لهذا المسؤول عن الصندوق وقالت veuillez m'aider à retirer tout l'argent de mon compte. قلت له من فضلك ساعدني باش أنني نسحب كل الأموال المودعة في البنك في هذا الحساب ديالي. Le caissier est resté surpris، a été surpris en vérifiant le solde de la vieille dame et lui a dit، يعني هنا شعر بالاستغراب، تفاجأ ملي طالع على الحساب البنكي ديال السيدة العجوز وقال لها vous avez 500 000 dollars sur votre compte et la banque n'a pas ce montant en ce moment. قال له ودي لديك مبلغ 500 ألف دولار في حسابك بالمؤسسة البنكية، لكن البنك أو المؤسسة البنكية لا تملك هذا المبلغ حاليا، ليس لديها المبلغ متوفر حاليا. Pouvez-vous revenir demain؟
هل بإمكانك العودة غدا؟ puis avec froideur يعني ببرودة أعصاب أجابت. ثم ببرودة أعصاب la vieille dame a demandé العجوز طلبت combien puis-je retirer immédiatement؟ كم يمكنني أن أسحب حالا يعني شحال يمكنني نسحب دابا بسرعة. Le caissier lui a dit n'importe quel montant jusqu'à 3000 dirhams 3000 دولار. قال لها تقدري تسحبي أي مبلغ حتى للسقف أو حدود 3000 دولار. La vieille dame est très intelligente qu'on va voir en fin de compte. La vieille dame a dit très bien حسن s'il vous plaît laissez-moi retirer 3000 دولار maintenant. من فضلك اعطيني الآن أو أريد سحب الآن مبلغ 3000 دولار. Le caissier est retourné en colère au coffre-fort. يعني رجع للصندوق باش كيوضعوا الفلوس اللي هو الصندوق قوي يعني ما يمكنش اختراقه وفيه لو كود ديالو كما كنعرفوا. اسورتي دي الياس هما رزام ديال الاوراق دي الياس دو بيي دو 20 دولار اي 2 دولار يعني فيها الخدمه هنايا ديال الياس دو بيي اللي كتكون من 20 دولار اوراق نقديه وديال 10 دولار. باسون لي 10 مينوت يعني امضى 10 دقائق التاليه اكونتي وهو يعد مبلغ 3000 دولار. عقوبه أليس كذلك؟ il les lui a remis puis a dit يعني سلمها لها وقال y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous aujourd'hui؟ هل هناك شيء آخر يمكن أن أقدمه لك اليوم؟ هنا الدرس في آخر المطاف. La vieille dame ici en fin de compte on va apprendre la leçon qu'il lui a donnée pour apprendre comment se comporter avec les gens. La vieille dame a calmement mis 10 dollars dans son sac et a dit أخذت مبلغ 10 دولار اللي طلبته في الأول وقال لها ما يمكنش تسيري تيري في الكيشي سحبي في الكيشي الصراف الآلي. أخذت il a pris les 10 dollars calmement en étant calme et les a mis dans son sac دارتهم في الصاك ديالها. Oui je souhaite déposer 2990 dollars sur mon compte يعني أخذت داك المبلغ 10 دولار اللي ما باش يعطيها في الأول وردات له المبلغ ديال من 3000 اللي عطاها ردات له 2990 دولار سون كونت وهاك عاود رد خدمه اخرى يعني علمته كيفاش يتصرف وعطاته درس بانك الا كنت كتحاول تخلص من الزبائن ديالك راه حنا غنعطيوك دروس راك مازلت عاد كتعيش ومازال كتجرب اذا تعلمت تحترم الاخرين. الى هنا هذه القصه ديالنا تكون انتهت. شكرا لكم على حسن الانصات والمتابعه. Merci pour votre écoute active. N'oubliez pas de la partager avec les collègues, de laisser des commentaires et n'oubliez pas aussi, comme on dit, de vous abonner à notre chaîne ensemble, comme on dit, intitulée في النجاح الدراسي والمهني. ما تنساوش تقسموا لا فيديو مع الاصدقاء، تخليوا لنا التعاليق ديالكم وما تنساوش الانخراط في قناتنا جميعا اللي هي في النجاح الدراسي والمهني. شكرا على حسن الانصات والمتابعه ونتمنى بان هذه القصص اعطتنا درس جميعا بان كل شخص يبقى في حاجه للاحترام. والى اللقاء في قصاصه قادمه ان شاء الله.